عمرك صحيت من النوم وبصيت في المراية وسألت نفسك سؤال: هو الوقت ده كله عدى امتى؟ طب اقول لك على حاجة اقرب من 2019 لحد دلوقتي. ايه الكلام؟ ليه واحنا صغيرين بنحس ان الاسبوع تقيل والاجازة كأنها سنة، ولما بنكبر بنقعد نسأل بعض: هو مش لسه رمضان كان امبارح؟ هي السنة لحقت خلصت امتى؟ يا ترى الزمن هو اللي بيجري ولا احنا اللي بقينا بنجري، ولا يمكن احنا اللي عايشين بس من غير احساس؟ بس اللي اعرفه ان طالما في شاي بلبن يبقى نحكي. بص يا صاحبي، احنا متربيين على ان الزمن ده حاجه ثابته، في ساعه وفي تقويم وفي ايام بتعدي، بس الحقيقه الزمن مش كده خالص. الزمن نسبي، بمعنى انت دلوقتي قاعد عند الدكتور مستني دورك، النص ساعه بتعدي كانها سنه، في حين انت لو عملتها واكيد عملتها اتهورت انت واصحابك اخر يوم امتحانات وحجزتوا 3 ساعات كوره ورا بعض هوا، ولا كانكم لعبتوا ساعه اصلا. فهنا ممكن تكون بدات تلمس معايا فكره ان الزمن نسبي على حسب الحاجه اللي انت بتعملها. تعال نفتكر واحنا صغيرين كنا بنقعد نعد الايام يوم يوم عشان العيد يجي او عشان الدراسه تخلص، وكل يوم كان فيه تفصيله: لعب، خناقه، فسحه، اكله جديده.